أنا حمص حمص يا حلاوة، آخر عفرطة كل شقاوة، وبقدم نفسي وحلاوة، زوجتي ونوجة وحلاوة. أنا وطني وبنشد وبطنطن، واتباهى بمجدك يا وطنطن، على كل الأوطان بتسلطن، رجالتك طول عمرها رجالة. فاكرين الفيلم ده؟ ده فيلم سماع هوس، كان من إنتاج 1991، إخراج شريف عرفة وتمثيل ممدوح عبد العليم وليلى علوي وحسن كامي، والأشعار لبهاء جاهين والتلحين لمودي الإمام. في الفيلم ده حسن كامي المطرب المعروف بيسرق لحن مغنواتية الأفراح، وبيركب عليه أغنية وطنية تافهة ومبتذلة بيطنطن بيها. عباقرة بيستشفوا المستقبل، وده اللي حصل بعد مرور ربع قرن. الناقدة ماجدة خير الله قالت في مقال: حاجة في منتهى الرخص والاستفزاز اللي عملته المطربة التونسية لطيفة. لطيفة اللي اكتسبت شهرتها من الغناء في مصر، وفي يوم اختارها المخرج يوسف شاهين عشان تلعب بطولة فيلم سكوت هنصور، واللي أدت فيه أشهر أغانيها على الإطلاق، المصري، تأليف جمال بخيت وألحان عمر خيرت. كلماتها بتقول: تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى أنت أكيد المصري. المطربة لطيفة حولت كلمات الأغنية علشان تناسب أدائها في إحدى الحفلات بالخليج، وبقى كلامها: يبقى أنت أكيد العربي، وغيرت كل ما له علاقة بمصر. محفوظ بيغني يا ليل على دقة قلب زويل. والسؤال هنا: ايه هو موقف الشاعر جمال بخيت؟ أليس ما فعلته لطيفة اعتداء على حقه الأدبي؟ ورغم ان مصر بلد مضيافة بتحترم كل الفنانين العرب وبتمنحهم الشهرة والمجد والثراء، إلا إنه بيعز على النفس إننا نقبل بعض التصرفات الرخيصة التي سوف تسحب بالتأكيد من رصيد لطيفة، إن كان ليها رصيد. انشروا الغنوة الأصلية، تعرف تتكلم بلدي، وبلاش تنشروا الأغنية التانية. انشروا تراثنا وتاريخنا، بلاش تنشروا الوهم اللي اتباع بالرخيص وتعلوا من بيعه بنشركم ليه. وطز في اللي باع أيا كان مين. يوسف شاهين مصري، والغنوة اتصورت في دار الأوبرا المصرية في فيلم مصري بنسبة 100%. تعرف تتكلم بلدي.